تعرفي إن العجة بيرجع أصلها للعصور الفرعونية القديمة، وبتعد من الأكلات القائمة على البيض والخضروات. كانت منتشرة زمان في مصر القديمة، خصوصا كان طعام سهل كده وغني بالبروتين. ومع مرور الزمن اتنقلت الفكرة للعصور القبطية والإسلامية. كانت بتقدم في الأعياد والمناسبات خصوصا في الصيام كبديل نباتي عن اللحوم. وبعد كده اتنقلت للعصر العثماني وظهرت أكلات مشابهة في المطبخ التركي، وكانت بتسمى الجيدا. ومن المرجح ان الاسم ده اتنقل بين المطبخ المصري والعثماني مع اختلاف الوصفة. اما في الريف المصري كانت بتحضر العجة بخليط من البيض والبصل والخضروات، والمدن الكبيرة بقى زي اسكندرية والقاهرة كانوا بيحطوا لها بقى الفلفل والطماطم واللحمة المفرومة. تعتبر العجة من اكلات الاقتصادية المشبعة جدا، وممكن تتاكل في الفطار، وممكن تتاكل في العشاء، وممكن تتاكل سخنة، وممكن تتاكل باردة، وممكن كمان تتعمل في السندوتشات لولادك، وممكن كمان تعمليها في الصينية في الفرن. بلاد الشام وفي تونس والجزائر في أكلات مشابهة كده للعجة المصرية، لكن بيخلطوها بخضروات مختلفة أو بيعملوها بأشكال مختلفة. كمان في أسبانيا بيعملوا العجة بس بيعملوها بالبطاطس. العجة بكسر العين والتشديد على الجيم أصلها في اللغة العربية القديمة يعني معناها خلط الشيء أو مزجه. تخيلوا بقى ان كل حاجة عندنا ليها اصل فرعوني قديم. تخيلوا ان كل اكلة ليها تاريخ وليها حكاية. العجة يعني بيض وخضار مختلط في طاسة، او عايزة تعمليها في الصينية مفيش مشكلة. وكمان معناها فوضى الشيء يعني خلط كله مع بعضه. وزي ما احنا شايفين كده طريقة العجة سهلة جدا، اعمليها كده بطريقتي. دي اسهل طريقة، ممكن تتعمل في الفطار، ممكن تتعمل في العشاء، وممكن كمان تعمليها سندوتشات وتنفع للرحلات. اكلة بسيطة وسهلة جدا ومفيدة وكلها فوائد للولاد. ما تنسيش بقى تسيبي لي كومنت حلو، وما تنسيش برضو تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسبح ونستغفر ونحمد ربنا على كل النعم اللي بيديها لنا بمكونات بسيطة جدا. ممكن تكون حاجات عندك في البيت تقدري تعملي أكلة شهية اسمها العجة. إذا عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتسيبي لي كومنت علشان تقولي لي رأيك. ما تنسيش كمان تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ألف هنا وشفا على كل حد كل منها، وألف هنا وشفا على كل حد بياكل عندنا لقمة، وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا. دوقوا بقى وشموا الريحة، وألف هنا وشفا. سلام.